السلام عليكم ورحمة الله، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ونلقاكم في أحسن الأحوال ومرحبا بكم في قناة باتيسري إكرام. كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. اليوم عبارة عن عجينة مورقة سبيسيال، كتجي غزالة غزالة في التوريق ديالها، غزالة في الماكلة ديالها، ولا حتى في الشكل ديالها. كتعطينا في الطوع وفي الشكل ديالها وكتجي غزالة بزاف. سبق لي جربتها معكم، غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل صندوق الوصف، ونبداو نشوفوا بعد. هذه هي اللوليه. نبداو على بركه الله، نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير طبعا غنخليه لكم اسفل صندوق الوصف. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، السكر معلقه كبيره، عندي نص معلقه صغيره اولا معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الملح. عندي هنايا 4 المعالق ديال الخل، سواء هذا اولا الابيض، انا كنفضل الابيض غير كان ما توفرش معايا عليه عملت هذا الحمر. وغادي نعمل 8 المعالق كبارين ديال الزيت، زيت المائده. غادي نحربلهم غير بحال هكذا، يعني غادي ندخل ديك المكونات مع بعضياتهم وغادي نبدا نزيد في الماء. بالنسبه للماء عندي هنايا 500 غرام يعني نص لتر، ولكن انا غادي نبقى نعمل شويه بشويه حتى نشوف ان الخليط ديالي تجمع لي، ما يكونش جاري وما يكونش قاصح، يعني ما يكونش كيلصق في اليد بصفه نهائيه. غادي نبقى نزيد شويه شويه. دائما الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالو، راه كاين اللي كيشرب وكاين اللي لا. غادي نبقى نزيد شويه، ومع العلم انه واخا نص لتر يعني الجراماج ديالو صحيح، ولكن زدت معاه واحد شويه لان الدقيق كان عندي كيشرب. غادي نبقى نجمع الخليط ديالي بحال هكذا، ومن الاحسن لو يكون في شي بول كبير اولا على بوست طرافي بحال هكذا باش كتخدموا مرتاحين. وغادي نجمع الخليط، انا فقط غادي نجمعه، ما غندلكوشي. كيف ما كتشوفوا ان الخليط ديالنا هذا ما كيتسدلكش بتاتا، باش ما كيطلقناش الخيط في الطحين اولا في العجين يعني يعني الخيط ديال الطحين ما تطلقناش في العجين، باش حنا غادي نحتاجوا اننا نورقوه. الو غادي نجمع انا العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. زيت غير واحد القطيره ديال الماء في الاخر، نتوما غتكونوا شفتوا ابار ديك نص لتر ديال الماء. هو هذا اللي غادي نجمع به الخليط ديالي في مره. فتي شفتوا عملت بحال تقريبا واحد المعلقه. صافي كيف ما جمعتها غادي نخليها ترتاح لي على الاقل واحد الساعه د المكانه في الثلاجه. كل ما ارتاحت كل ما مزيان. غنلويها بابي سولوفان بحال هكذا وغندخلها الثلاجه ترتاح. من بعد ما غنخلي العجينه ديالي ترتاح، انا غنجيب المارغرين. عندي نص كيلو ديال المارغرين، اي نوعيه بغيتو، بونا، اطلس، باتيسور، لده. بالاحسن لده لا شويه كتكون شويه في الكاليتي ديالها، باقي بونا شويه عليها، هذه خاصه بالتوريق كتكون مزيونه. غادي نجيب ورق المطبخ بحال هكذا اولا اي بلاستيكه عندكم، مثلا كيس بلاستيكي تفتحوه على جوج، وغتعملوا ديك الزبده في الوسط وغادي تضربوها بحال هكذا، يعني غادي تساويوها على هذا الشكل هذا يعطيكم شكل مربع. غادي نجيب العجينه ديالي من بعد ما ارتحت، وغادي نطلقها على الشكل، انا نعطي واحد الشكل طويل ماشي طويل بزاف، يعني غير غادي نفتحها بحال هكذا لما تاعلي فيها ديك الزبده اللي فتحت اولا ديك المارغرين. انا كنحاول نزرب في الفيديو شويه غير باش ما يجيكمش طويل وممل، لان الطويل حيت كاين فيه التورق، باش يبان لكم بطريقه صحيحه. التورق ديالو كامل توراج. كيف ما كتشوفوا العجينه كيف ما طلقتها كتعطيني في الطوع وخليتها ترتاح، يعني كتبقى معايا مرتاحه. وغادي نعمل ديك الزبده في الوسط وغادي نشد عليها بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا يعني الفيديو شارح راسو. غادي ندخل ديك الزبده في الوسط، ما نخليش شي قنت يكون مفتوح تخرج لي منه الزبده، لان غادي تعذبني في الخدمه. غادي نعملها بحال هكذا، غادي نحكم الاغلاق ديالها غير واحد شويه. كيف ما كتشوفوا غير كنعاوطه حتى تعطيني ديك الشكل مستطيل اولا مربع، يعني ملي نجي غنطلق انا بالمطلق اولا بالرولو غادي تكون غتمشي معايا متساويه، ما غتعذبنيش. حيت باش تخرج لنا في التورق ديالنا نضمنوا ان الزبده كامله دخلنا في العجينه، باش ما يبقى حتى شي قنت ما فيهش الزبده. غادي نجيب الرولو اولا المطلق، كيف ما كتشوفوا كنعطيها هاد الضريبات، يعني كنخلي الزبده تدخل لي في لاباط في العجينه، يعني الزبده كنتحكم فيها انها تدخل في لاباط. هنا ما غادي تهربليش الزبده بتاتا. انا في الاولى كنت حاسبه كنسجل فيديو حتى كنلقى ان الفيديو ما كيتسجلش. المهم انا اول حاجه عملت هي انني طلقتها على طول بحال اللي كتشوفوا دابا. ودابا غادي نطويها على جوج، غادي نجيب النص الاولاني في الوسط وغادي نجيب النص الثاني عليها من الفوق. كيف ما شفتوا هادو كيتسموا توغ سامبل، يعني طيه سامبل ماشي دوبل هادي. انا عملت معكم غير توغ سامبل باش ما تعذبكمش بزاف، لان غادي نحتاجوا معاها 6 ديال التنيات اولا 6 ديال الطيات.
كيف ما شفتوا انا عملتهم متساويين على بعضيتهم بحال هكذا، وغادي نعاود نطلقها بنفس الطريقه اللي طلقتها في الاول. وهاد الحاشيه هذه الاخريه اللي هي محلوله دائما كنردوها للجهه ديالنا اليمين، يعني كنعملوها لتحت وكنرجعوها عندنا الجهه ديال اليمين. من بعد ما كندردروا غير شويه ديال الطحين، ما نكثروش الطحين بزاف باش لاباط ديالنا ما تشقناش في الطيات ديالها، ولا حتى في الاخر في الفينيسيون كتكون شربات الدقيق بزاف كتبدا تشق. غادي نجيب الرولو، يعني نفس الطريقه اللي عملت في الاولى غادي نعملو في الثانيه، هي هذه اللي غادي تشوفوا. كنبدا نضرب فيها، واخا انا ديجا عندي الزبده دخلتها مبدئيا في الاول، ولكن كنزيد نحاول نضرب عليها في المره الثانيه باش تعطيني الطوع، لان العجينه اللي بقيت كنطلق فيها وهي هيداك في الاول اللي صحيحه غتبدا تعوج لي من جهات اخرين. كنتمنى يكون الفيديو شارح راسو، وحتى مع الشرح ديالي كنتمنى تكونوا فهمتوا. حتى اللي ما فهمتش يعني تدخل عندي في صندوق الوصف عفوا في التعاليق وتسقسيني، انا كنجاوب، اولا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى، فيسبوك واتساب فيسبوك عفوا وانستغرام. دخلوا عندي مرحبا، وغادي نجاوب اي واحد اللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار. كيف ما قلت لكم خليت لكم الفيديو اللي كنت عملت فيه العجينه السحريه، يعني مورقه كتوجد في دقائق. غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل صندوق الوصف. حتى هي سهله وكتخرج مزيونه في الطيات ديالها، كتخرج مزيونه حتى في التوراق ديالها، وبالنسبه للاباط ديالها كتجي فيها الحشوه حتى هي مزيونه. يعني اللي ما بغاش يعمل تمارين راسو بحال هكذا، ولكن هذه كتبقى دائما هي لاباس ديال العجينه المورقه، كتكون سبيسيال اولا بروفيسيونيل. يعني نفس الطريقه دابا كيف ما شفتوا معايا، عطيتها الطول وعطيتها شويه ديال العرض باش لاباط ديالي كتكون دخلت فيها الزبده من جميع الجهات. انا عملت الطيه الاولى في الوسط، وغادي نعاود عليها الطيه الثانيه عليها من الفوق، وغنحيد ديك الزوائد ديال الدقيق اللي عندي باش ما يبقاليش العجينه هازه الدقيق اكثر من القياس وما تبقاليش مشققه. طبعا غادي نملى السلوفان وغندخلها ترتاح للثلاجه واحد الساعه المكانه على الاقل، على الاقل نص ساعه. يعني كل ما ارتاحت لي لاباط كل ما مزيان. وكيف ما شفتوني عملت فيها جوج تصبيعات، يعني على اننا عملنا لا جوج ديال لي تور، يعني جوج ديال الدورات. نفس العمليه غادي نعاودوها معها كيف ما عملنا في الاولى، غادي نعاودو نفس الشيء في المرحله الثانيه اللي هي غادي نعملو فيها عاوتاني حتى هي جوج دورات، يعني كتعتبرنا 4. عاوتاني غادي نعاودوها نفس الشيء في المرحله الثالثه، يعني كنكونوا عملنا 6 ديال الدورات. انا الفيديو كنزربو غير باش ما يجيكمش طويل بزاف وممل، ولكن ها هو واضح ومشروح كيف ما كتشوفوا. في الفيديو اللي غيكون من مورا هذا ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد 3 الانواع من هذه العجينه هذه المورقه، كيجيو رائعين بزاف، كيصلحون رمضان، كيصلحون المناسبات لاي حاجه بغيتوهم، حتى الا بغيتو تعملوهم غير للدار يعني كيجيو رشكيلات راقيين وغزالين. كيف ما كتشوفوا لاباطا طلقتها المره الاولى، عملت الطيات ديالها، غادي نعاودها بنفس الطريقه المره الثانيه اولا المره الرابعه هذه كتعتبر، وغادي نعملها عاوتاني نفس الشيء. غادي نطلقها وغنعملها واحد 4 ديال الصبيعات، يعني على اساس اننا عملنا 4 ديال الطيات، باش حتى اذا نسيناها في الثلاجه ومشينا تشغلنا كنبقاو عاقلين على شحال عملنا ديال الطيات. وكل مره كنعمل غير واحد شويه د الطحين غير باش ما تلصقليش لاباط في الارض في الرخامه. كيف ما كتشوفوا الزبده ما بقاتش كتبان لي في لاباط مره. ودابا غادي نعمل لها سلوفان وغادي ندخلها ترتاح للثلاجه. من بعد ما رتاحت لي عاوتاني واحد شويه هاد المكانه هذه كتبقى الطيه الخامسه قبل الاخيره. بنفس الطريقه نفس المراحل دائما كنضربوا العجينه بالرولو مزيان، كنفيكسيو ديك العجينه مع بعضيتها باش ما تهربناش، وباش كتسهل علينا العمليه حتى ديال التطليق ديالها. كيف ما كتشوفوا العجينه مرتاحه مطلوقه وكتجي بالنسبه لطريقه الاحتفاظ ديالها، انا كنعجن مثلا بحال هكذا كيلو وكنقسمو على 3 ديال الاجزاء. كل ما كنحتاج شي جزء كنجبدو، كنلويهم طبعا في السلوفان مزيان وفي شي بلاستيك غذائي اللي غادي يكون محكم الاغلاق، وكنعملوهم في الفريغو كيبقاو لي لمده طويله مزيانين. وكل ما جيت نطيب بهم كتجبرهم مقرمشين وطريه بحال اللي عاد يلاه خدمتيها. في الفيديو المقبل مورا هذا ان شاء الله غادي نعملوا 3 ديال الحشوات كيف ما قلت لكم، وغادي نوريكم كيفاش طيبوها، كيفاش غتجي معكم ناجحه، وكيفاش غادي تعمروها ان شاء الله. كنتمنى من الناس الجدد اللي التحقوا بيا وكيشوفوني دابا ما يبخلوش عليا بالاشتراك والبارطاج مع الاصدقاء وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، باش كتشجعوني هكذا انني كنقدم لكم ما هو افضل واجمل ان شاء الله.
وباقي ان شاء الله كنوعدكم بوصفات مقبله غتكون رائعه لجميع المناسبات، سواء راس العام، العيد اولا رمضان ولا اي حاجه. لاباط ديالي ها هي واجده دابا. كنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى الشرح يكون فهمتوه ومشروح وواضح. دابا غادي نعمل السلوفان وغادي ندخلها الثلاجه ترتاح واحد شويه، عاد غادي نخدم بها. وكنتمنى نلقاكم فيديو اخر ان شاء الله اللي مورا هذا. دمتم سالمين.